نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة محدودة أم معدودة؟ لا، هي معدودة، لكن المشكل اختلاف العلماء فيها رحمه الله، لأنه لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيينها، فلذلك اختلف العلماء في تعيينها كثيرا. نعم. لا، ما يستطيع الواحد في الضوابط، لأن هذه أمور غيبية تتوقف على ما ورد به النص. الخبر التي ذكرناها الأولى قلنا لأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم إلى آخره، ما ذكرنا أنصحهم برأي الشيخ كما في الثاني. أنصحهم لعلنا رأينا العدول عنها بالنسبة لله عز وجل. أقول لعلنا عدلنا عنها، والإنسان كل ساعة له استحضار. قال انتهى الوقت، نرجع للدرس. قال: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. كل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص في حقه. انتبه لهذا القيد، لأنها قد تكون في حق المخلوق كمالا، وهي في حق الخالق نقص. مثال ذلك الموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، هذه منفية عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنها كلها نقص في حقه. الموت نقص في حقه، وهو في حق الآدم قد يكون كمالا، من جهة أنه إذا كان مؤمنا ينتقل من حسن إلى أحسن. النوم نقص في حق الله، وفي حق الآدمي كمال. ولهذا إذا مرض الإنسان ما ينام، فهو في حقه كمال، لكن مع ذلك هو في حقه كمال دال على النقص. سبحان الله، دليل كمال يدل على نقص. عجيب هذا. كيف ذلك يا أحيى؟ تمام، يدل على أن الإنسان ناقص يحتاج إلى استراحة بالنوم عن تعب ماضي وإلى تجديد نشاط لعمل مستقبل. طيب، الجهل والنسيان. الجهل عدم العلم، والنسيان نسيان ما علم. أيهما السابق واللاحق للعلم؟ الجهل سابق والنسيان لاحق. والعجز والتعب. العجز عدم القدرة بالكلية، والتعب هو القدرة مع تعب. ضد التعب القوة، وضد العجز القدرة. فالله تعالى منزه عن هذه الصفات لأنها صفات نقص، فيجب نفيها عن الله لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. النقطة هنا يعني المعطلة يفرحون إذا قلنا بصفات النفي. أقول المعطلة يفرحون إذا قلنا بصفات النفي. لماذا؟ لأن أصل مذهبهم النفي إلا ما أثبته العقل على قاعدتهم. فهل النفي الذي نحن ننفي عن الله هل هو مجرد نفي كما يقول المعطلة، أو هو نفي لثبوت كمال ضده؟ الثاني. نعم، هم يفرحون بالنفي لأنهم يقرون بالنفي المجرد، لكن نحن نقول لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي مجرد، لابد أن يكون هذا النفي لإثبات الكمال. إذا قلت مثلا فلان قوي لا يضعف عن حمل هذه الصخرة، لا يضعف عن حمل هذه الصخرة، ليش؟ لكمال قوته، يعني أنها قوة لا يلحقها نقص، نعم لا يلحقها ضعف. كل صفات الله المنفية كلها تتضمن كمالا، أي تضمن أمرا ثبوتيا هو الكمال. وبذلك يحصل الفرق بيننا وبين من؟ المعطلة، لأن المعطلة يصفون الله بصفات النفي المحض، أما نحن فلا،
بل نقول إن الصفة التي نفاها الله عنها نفاها الله عن نفسه تعني إثبات كمال الضد، ويجب أن تعتقد هذا. فتقول مثلا في قول الله تعالى وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء، إن الله لا يتعب ولا يعي يعني يعجز، بس لكمال قوته لابد، يجب أن تعتقد هذا. وإلا نحن نقول الجدار هذا ما يتعب أو يتعب أبدا، حط على ما تحب ما يتعب، وإن كان في آخر أمره ينهدم، لكن هو حال حمل الثقيل ما يتعب. طيب نرجع يا أخوان نشوف الموضوع. يقول على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. هذا التعليم. ما نفى الله عن نفسه ليس المراد بذلك أن نعلم أنه منتف عن الله، ولكن لنعلم أن الله موصوف بكمال ضد هذا الشيء أو بضد هذا الشيء على الكمال. طيب ولا يمكن أن يكون لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. هذه قاعدة ذكرها أهل العلم وهي واضحة. النفي لا يكون مدحا على الكمال إلا إذا لا يكون كمالا إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. هذه قاعدة خذها معك في صفات الله وغيرها. وذلك لأن النفي عدم. شوف لم يقم زيد، الآن القيام معدوم ولا موجود؟ معدوم. كل نفي فهو عدم، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وهذا واضح. النفي المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء، هو عدم على اسمه. وإذا لم يكن بشيء، وإذا لم يكن شيئا لم يكن كمالا، أصله غير موجود حتى نقول كمال أو غير كمال. ولذلك قال لم يكن شيء، لم يكن فضلا عن يكون كمالا. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. صحيح. النفي إذا لم يرد إثبات ضد كمال ضده قد يكون لعدم القابلية. وش قابلية؟ قابلية المدح، ما يقبل أن يمدح ولا أن يذم، كقولك الجدار، كما لو قلت الجدار لا يظلم. صحيح هذا ولا لا؟ يعني لا يمكن لأحد أن يمدح الجدار لأنه لا يظلم. يعني لا يمكنك أن تقول والله الجدار اللي عندنا بالحلال حبيب ما يظلم، يستظل بفيئه الصغير والكبير والمرأة والرجل والكافر والمسلم، حبيب عنده مرونة، تعطيه من مكيال الثناء ما لا يحصى. يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ليش يا أخوان؟ لأنها لا يقبل، أصلا لا يقبل المدح والثناء. فهمت؟ نعم لك أن تقول هذا الجدار قوي، يمكن إذا كان بناؤه محكما، لكن تريد أن تنفي عنه صفة نقص لإثبات كمال الضد لا يمكن. فالحاصل النفي المجرد قد يكون لعدم القابلية، بل قد يكون للعجز عن هذه الصفة المنفية فيكون ذلك نقصا. سبحان الله، نفي العيب يكون نقص؟ أجيبوا جماعة. نعم ربما يكون، مع أن الأصل أن نفي العيب مدح وكمال. طيب لكن قد يكون نقصا. مثاله وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قوله قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. شوف الكلام، قبيلة لا يقدرون بذمة، يعني إذا عاهدوا وفوا. زين هذا ولا لا؟ زين. ولا يظلمون الناس حبة خردل، إذا عاملوا الناس ما يمكن يظلمونه أبدا. ما شاء الله، ما أحسن. وش يريد بهذا؟ الذم ولا المدح؟
الذم. والدليل أنه يريد الذم قوله قبيلة للتصغير، يعني ما بشيء، قبيلة. قد يقول قائل إنه قد يراد بالتصغير التمليح والتودد، مثل ما تقول لخادمك يا غليم تعال، تريد بذلك التلطف والتحبب إليهم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لابن عباس يا غليم إني أعلمك كلمات، بدل يا غلام. فقد يقول قائل إن المراد بهذا إيش؟ تمليح. نقول الأصل في التصغير التحقير، هذا الأصل في التصغير إيش؟ التحقير. فلا نعدل عن الأصل إلا بدليل، ولا دليل هنا يدل على أن المراد بذلك التمليح. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب، دائما في الخصومات إذا بغى يعني يتدرج في الخصومة إلى أكثر صغر المخاطب، قال هذا قولك يا حميد يعني تصغر حمد ولا لا؟ تصغر حمد. ولا إذا كان عبد الله قال هذا قولك يا عبيد، وش قولك يا عبيد؟ يريد بذلك تخفيف. نعم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، وفي رواية ذوي عدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هان. طيب، هذا وش الرجل هذا يقول إن قومي وإن كانوا كثيرين أو كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان، ينفي عنهم أن يكونوا ممارسين للشر أو واقعين في الشر وإن هان. إذا سمعت هذا تقول هذا مدح، بل وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. لكن اقرأ الأبيات اللي قبله واللي بعده. قال قبل ذلك لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، يعني لو كنت من هذه القبيلة ما استباحت إبلي بنو اللقيطة، وهذا ذم من ذهل بن شيبان، إلى أن قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ليس لي بهم، ألبه هنا للبدلية، يعني ليس بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة. إذن قوم الآن ما يشنون الإغارة ولا يفكون إبل أصحابهم من العدو، وهذا يدل على إيش؟ على عجزهم، يدل على عجزهم أن ما فيهم خير. تؤخذ إبل أصحابهم من بين أيديهم وربما يبركون على الآخر، بارك الله عليك، احرص عليها، أشبعها. نعم، وهكذا هؤلاء لا خير فيهم. نعم. طيب، وش اللي بعد هذا عندكم؟ نعم، مثال ذلك يعني مثال أسباب النفي قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت. ليش؟ قال فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته عز وجل. الثاني مثال آخر قوله ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم. ليش؟ لكمال عدله، لا يمكن أن يظلم أحد. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم زيادة السيئات، والهضم نقص الحسنات، ووالله ما نخاف هذا. نعلم أن جزاء ربنا سبحانه وتعالى دائر بين أمرين لا ثالث لهم، إما فضل وإما عدل، لا يمكن أن يوجد فيه جور أو ظلم. إما فضل الحسن بعشر أمثالها، وإما عدل السيئة بمثلها، وإما عفو عن السيئة فيكون داخلا في الأول وهو الفضل.